أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء في التفسير أن كل من أعرض عن ذكر الله، وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح. فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، فإن له معيشة ضنكا. وهذه المعيشة الضنك قيل إن المراد بها تضييق القبر عليه بعد موته، وقيل إن المراد بها ما هو أعم، وحتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر ولا يكون مطمئن القلب، وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لأن الإيمان مع العمل الصالح يوجب الإنسان الانشراح والطمأنينة، ويكون في قلبه نور، ويكون راضيا بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاب، فلا يوجد أحد أنعم منه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن معيشة الضنك تشمل هذا وهذا في القبر وكذلك في الدنيا. أما بعد الحشر فإنه يحشر والعياذ بالله يوم القيامة أعمى، كما قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وحينئذ يسأل لا سؤال استعتاب ولكن سؤال استظهار: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه والعياذ بالله. أما الشيعة فعندهم هذا القرآن الكريم الذي هو ذكر لله تبارك وتعالى، هو نور وهداية لكافة عموم الثقلين. القرآن الكريم عند الشيعة محرف، والقرآن لا يحتاج لإثباته، ولكن كتب فقهاء الشيعة وأقوال المجتهد أنه محرف، وهو الوحيد الذي أصابه التحريف من بين أكثر من 8 كتب سماوية نزلت عند الرافضة المكذوبة من بين تلك الكتب. وقد جمع المحدث النور الطبرسي في إثبات تحريفه كتابا ضخما الحجم، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. جمع فيه أكثر من 2000 رواية تنص على التحريف، وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين، حيث أثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف. قال السيد هاشم البحراني: وعندي في وضوح صحة هذا القول، أي القول بتحريف القرآن بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وأنه من أكبر مقاصد غصب الخلافة. فتدبر مقدمة البرهان الفصل الرابع صفحة 49. وقال السيد نعمة الله الجزائري ردا على من يقول بعدم التحريف: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون كل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها.
المصدر الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 357. ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحجة من الكافي الجزء الأول صفحة 26. وهناك أيضا نصوص كثيرة تدل على أن الشيعة لا يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى وعندهم القرآن الكريم محرف. نذهب إلى الحوزات العلمية ونرى ماذا يوجد في هذه الحوزات العلمية. يقول هنا في المكتبة الشيعية: كتاب الانتصار العاملي الجزء 3 الصفحة 432. فيمكن بهذا للطالب العلوم هنا لا يدرس القرآن الكريم في الحوزات العلمية الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم ويصل إلى أقصى غايات وهو درجة الاجتهاد. لكن السؤال يبقى: كيف يجتهد المجتهد وهو القرآن يعني محرف عنده؟ على ماذا يستدل هذا المجتهد من دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن وأسراره أو اهتم به ولو على مستوى التلاوة وحسن الأداء؟ هذا الأمر الحساس أدى إلى بروز مشكلات مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية ولا يقبل التشكيك والإنكار. صفحة 109. ويقول آيات الله، بل هذا الهالك الخميني ماذا يقول؟ مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة. لماذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن. نفس المرجع صفحة 110. ويقول آيات الله محمد حسين فضل الله: فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف أو في قم أو في غيرهما لا تمتلك منهجا دراسيا للقرآن. نفس المرجع صفحة 111. ويقول آيات الله الخميني قبحه الله: إن الانزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلمية وعدم استئناسنا به أدى إلى إيجاد مشكلات كثيرة في الحاضر وسيؤدي إلى إيجاد مشكلات في المستقبل، وإن هذا البعد عن القرآن يؤدي إلى وقوعنا في قصر النظر. كيف يجتهد هؤلاء العلماء؟ نفس المرجع صفحة 110. التعليق يبدو والله أعلم أن الشيعة تتدارس شيء كذا آخر غير القرآن. فيا ترى ما هو؟ إذن هنا سؤالي الآن لمعاشر الشيعة: كيف يجتهد المجتهدين عند الشيعة وهم بعيدين كل البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى والقرآن الكريم محرف؟ هل هم مسلمين يؤمنون بكتاب الله أم أنهم كفروا بآيات الله تبارك وتعالى ويجتهدون من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى القرآن والسنة؟ كيف يجتهد المجتهد وهو لا يستدل بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي وردت بأسانيدها الصحيحة من طرق الصحابة أو من طرق أهل البيت؟ سلام الله عليكم.